يا صباح الفل. يمكن اتأخرنا شوية علشان الناس تكون هديت. لأن صدمة الهزيمة كانت قوية، نتيجة كبيرة قدام الغريم التقليدي في ماتش كان يقربك كتير جدا من الفوز بلقب الدوري. لكن عايزين نقول ماتش وعدى. ماتش كان فيه سلبيات كتير، لكن الإيجابية الأكبر دايما وأبدا هي جمهور الزمالك. جمهور الزمالك العظيم ده اللي راح وساند بعد المباراة. برضه ساند اللعيبة وهتف لهم ونادالهم وحياهم والكلام ده كله، لأن لسه المشوار ما انتهاش. الكورة لسه في رجلينا والبطولة بإيدينا احنا والكلام ده كله، فمليار تحية لجمهور الزمالك العظيم. لكن عايزين برضو بنتكلم عن سلبيات المباراة دي. يمكن من أهم السلبيات إن أنا ما قدرتش الماتش بشكل جيد. أنا كان مفروض أقسم الماتش بشكل أفضل من كده. أمتص زي ما قلت المنافس في بداية المباراة. الكلام ده ما حصلش ودخل فينا جون في أول تلت ساعة. زي ما قلت يا ريت أول تلت ساعة تعدي بدون استقبال أهداف، لكن استقبلنا هدف. من السلبيات برضو إني أنا عندي لعيبة شايف جدا إن هم بدنيا واقعين، ومع ذلك أنا مصر إن أنا ألعبهم في أماكن بتستنفذهم بدنيا. الماتشات اللي جاية ماتشات مهمة، محتاج ان انا افوز فيها، فلازم اغير طريقة لعبي بما يخدم الشكل الهجومي وبما يخدم ان انا ما استنفذش اللعيبة هجوم بدنيا زي عبد الله السعيد وفتوح. انا بلعب الاتنين في مركز 8 فبستنفذهم بدنيا. لما احرك فتوح العبه وينج مكان عدي الدباغ، احرك عبد الله السعيد العبه 10 تقليدي، واحطه في وسط الملعب جنب محمد شحاتة محمد السيد، فهم اتنين شباب مليانين يقدروا يملوا الملعب نشاط وحيوية وحركة. فلازم احط ده كله في الحسبان. من اهم سلبيات الماتش برضو حسام عبد المجيد. حسام عبد المجيد عامل 2 اسيست. ليه اخش ادخله يشوط ضربة جزاء كانت تقدر ترجعني للماتش؟ كابتن معتمد بيجدد الثقة في حسام عبد المجيد في شوط ضربات الجزاء. لو دخل شاط ضربة جزاء تاني وضيعها، الجماهير هتقلب عليه، ووقتها مش هقول حسام عبد المجيد اللي ضيع الدوري، هقول معتمد جمال اللي ضيع الدوري، لان ده قرارك. اعتقد ان انت لازم تريح ناصر منسي شوية. ناصر منسي بقاله فترة كبيرة جدا بعيد عن فورمته اللي احنا عارفينها. فكل الكلام ده لازم يكون في حسابات كابتن معتمد في الماتشات اللي جاية. ان شاء الله الدوري في ايدينا، الدوري لسه ما راحش. ان شاء الله نبارك لبعض بعد ماتش سموحة واحنا بنقرب من الفوز بالدوري.